في سنة 1963 تم إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين، بطولة الفنان أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ونادية لطفي ونخبة كبيرة من فنانين الزمن القديم، وعلى رأسهم الفنان المبدع حمدي غيث، واللي قام بدور ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. الفيلم من تأليف يوسف السباعي. أما معالجة القصة فكانت لعز الدين ذو الفقار والأديب العالمي نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي، والإخراج كان للمخرج العالمي يوسف شاهين. أما الإنتاج فكان لآسيا داغر. وبالرغم من كل هؤلاء الأسماء العمالقة في مجال الأدب والسينما، إلا إن الفيلم ظهرت فيه أخطاء لا تغتفر. بس في البداية كده أنا حابب أقول معلومة، وهو أن دور صلاح الدين في الفيلم كان المفروض اللي هيعمله رشدي أباظة، ولكن حصل خلاف بينه وبين المخرج يوسف شاهين وتم استبعاده. وبحسب بعض الصحف في الوقت ده لما سألوا رشدي أباظة قالوا له ليه اعتذرت عن الدور، قالوا إنه كان مرتبط بأعمال تانية ومش بيحب نشتغل عملين في وقت واحد. وأضاف رشدي أباظة وقال من الأفضل كان لابد أن يتم الاستعانة بممثل أجنبي للقيام بدور ريتشارد ليكون الأداء أكثر إقناعا لدى الجمهور. أما عن المفاجأة التانية فكان من المفترض أن اللي يخرج الفيلم هو عز الدين ذو الفقار، ولكن بسبب وعكة صحية اعتذر عن الإخراج، وتم إسناد الإخراج للمخرج الشاب في الوقت ده يوسف شاهين. فكرة الفيلم قايمة على حروب صلاح الدين مع الصليبيين وإثبات ملكية الأرض للمسلمين، وإن العرب أحق بالقدس من غيرهم. أما بقى لو هنتكلم عن إنتاج الفيلم فالفيلم اتكلف إنتاجه 200 ألف جنيه، وأنا عايز أقول لكم إن 200 ألف جنيه في الوقت ده في أوائل الستينات كان مبلغ ضخم جدا، ولو عايز تعرف بيساوي قد إيه في وقتنا الحاضر احسبهم بالذهب وأنت تعرف. وللأسف بالرغم من النفقات الكبيرة اللي تم صرفها على الفيلم، إلا إن الفيلم لم يأتي بالإيرادات الكافية، وأعلنت آسيا إفلاسها بعد الفيلم. ولكن تم ترشيح الفيلم بعد عرضه لعدة جوائز، وبعد عرضه على شاشة صغيرة حقق إيرادات لا بأس بها. وبالرغم من الإنتاج الضخم اللي تكلفه الفيلم، إلا إن هناك أخطاء تاريخية وقع فيها كل صناع العمل، ولا أعلم لمصلحة من كل هذه الأخطاء. أهلا وسهلا بكم، أنا ناجي أحمد، ودي حلقة جديدة وهنتكلم فيها عن بعض الأخطاء التاريخية في فيلم صلاح الدين، وأيضا بعض الأخطاء في الحبكة الدرامية للفيلم. ولكن قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بتشوفنا في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نبدأ على بركة الله. مبدئيا كده قبل ما هبدأ في عرض الأخطاء حابب أقول معلومة صغيرة اتقالت على الفيلم، واتقال إنه ترشح لجائزة أوسكار، ولكن بسبب إن أحد الأشخاص في الفيلم كان لابس ساعة يد تم استبعاد الفيلم من الحصول على الجائزة. وطبعا لأن في الزمن ده ما كانش لسه تم اختراع ساعات اليد. طبعا الكلام ده ما حصلش خالص، والفيلم ما ترشحش أصلا لجائزة أوسكار ولا حاجة. ولكن اللي حصل إن فعلا الفيلم اترشح لعدة جوائز، من أهمها جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي سنة 1963، وبيعتبر فيلم صلاح الدين هو من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، وبيأتي في المركز ال11 ضمن القائمة. أما قصة الفيلم باختصار، فلما عرف صلاح الدين وهو في مصر باللي بيحصل للمسلمين في بيت المقدس بدأ يجهز جيش من أجل إنقاذها. ومن الناحية التانية كانت القوافل الحجاج بتتعرض للهجوم من قبل الفرنجة بقيادة قائدهم رينو، فاضطر صلاح الدين لمواجهتهم في معركة حطين، وينتصر صلاح الدين ويحرر بيت المقدس ويقتل قائدهم رينو. ثم تذهب فرجينيا زوجة رينو إلى أوروبا عشان تستنجد بملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، فيبدأون الهجوم بحرا على عكا ويتمكنون من استيلائها. وبعد فشل محاولة صلاح الدين للسلام معاهم، وبعد أحداث كتيرة في الفيلم وموت فرجينيا، وبعد اكتشاف ريتشارد لبعض الخيانات، يضطر للعودة إلى بلاده بعد توقيع معاهدة الرملة مع صلاح الدين، لتنتهي بذلك الحملة الصليبية الثالثة. تعالوا بينا بقى بعد المعلومات دي نعرف كام خطأ كده على المشي في الفيلم، وخصوصا الأخطاء التاريخية. أول خطأ معانا هو عيسى العوام، واللي قام بدوره الفنان صلاح ذو الفقار. وبيصور الفيلم إن عيسى العوام كان قائدا مسيحيا في صفوف جيش صلاح الدين، والحقيقة غير كده خالص. فعيسى العوام كان رجل من رجال صلاح الدين، وكان مسلما وليس مسيحيا، وتسمى بالعوام لأنه كان بيحب العوم والسباحة. وزي ما بتذكر لنا كتب التاريخ إن عيسى العوام كانت مهمته عظيمة، فهو عند اشتداد الحصار على عكا كان بيقوم بنقل الأموال بربطها على وسطه ويعوم للبر التاني علشان يقدر يوصل الأموال دي للمجاهدين في عكا. ولكن أثناء إحدى قيامه بهذه المهمة مات غريقا. والله زي ما بقول لكم كده، عوام ومات غريق.
ويحكي لنا قصته القاضي بهاء الدين بن شداد في كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وبيقول: ومن نوادر محنة عكا ومحاسنها إن عواما مسلما كان يقال له عيسى، وكان يدخل إلى البلد، وهنا طبعا بيوصف بالبلد اللي هي عكا يعني، أثناء حصارها من الفرنج بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على غرة العدو، وكان يعوم ويخرج من مراكب العدو، وكان ذات ليلة شد على وسطه 3 أكياس فيها 1000 دينار وكتب للعسكر، وعام في البحر، فجرى عليه من أهلكه وأبطأ خبره عنا، وكان عادته إنه إذا دخل البلد طار طيرا فعرفنا بوصوله، فأبطأ الطير فاستشعر الناس هلاكه، ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد، وإذا بالبحر قد قذف إليهم ميتا، فتفقدوه فوجدوه عيسى العوام، ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب، وكان الذهب نفقة المجاهدين، ولقد كان خيرا من أدى الأمانة بعد وفاته. وطبعا ملخص الكلام اللي قاله الكاتب ده هو إن عيسى العوام كان رجلا عواما بينقل الرسائل والأموال عبر البحر للمجاهدين في عكا، وإنه ذات يوما تأخر وتفاجئ أهل عكا بغريق على شط البحر فتفقدوه، فكان هو عيسى العوام. أما الخطأ التاريخي الثاني في الفيلم فهو والي عكا، واللي قدم دوره الفنان توفيق الدقن، وبيصور الفيلم والي عكا على إنه قائد خاين وعميل للصليبيين، وهو السبب في تسليم عكا للصليبيين، والحقيقة غير كده، فوالي عكا اسمه الحقيقي بهاء الدين أرقوش، وأعتقد إنكم سمعتوا الاسم ده قبل كده. وبحسب المصادر التاريخية فإن الأمير بهاء الدين أرقوش كان هو أحد كبار مساعدي السلطان صلاح الدين الأيوبي، ومن أخلص أعوانه وأقربهم إليه، وكان قائد وجندي أمين ومهندس حربي عظيم ليس له مثيل. وقصته هي بعد انتصار صلاح الدين على الصليبيين ونجاحه في طردهم من بيت المقدس، واصل زحفه حتى استولى على أكبر حصونهم في الشام وهو حصن عكا، ورأى صلاح الدين أن يترك عكا أمانة في إيد الأمير أرقوش ليواصل زحفه لتحرير باقي الأراضي اللي احتلها الصليبيين، وبقى الأمير أرقوش حارسا أمينا للمدينة. وأثناء إعادة بناء عكا بسبب الحروب فحدث ما لم يكن في الحسبان، فالصليبيين قدروا إنهم يجمعوا نفسهم تاني وزحفوا على عكا وحاصروها، واستمر حصارهم لها 2 سنين كاملين، وكان وقتها صلاح الدين مشغول بمحاربتهم في مكان آخر في الشام، وذاك أرقوش ومن معه مرارة الحصار داخل أسوار عكا، وتحملوا أقصى ما يمكن أن يتحمله أحد من عناء وتعب. وأثناء الحصار نفذت الأطعمة ووجدوا صعوبة شديدة في الحصول على الماء للشرب، حتى تمكن الصليبيين واقتحموا أسوار عكا وأسروا من فيها، ومنهم والي عكا الأمير أرقوش، وبقى أرقوش في الأسر حتى افتدى صلاح الدين الأسرى بعد ذلك. يعني الراجل لا خاين ولا حاجة، واستمر في الدفاع عن عكا لمدة 2 سنين كاملين وتحت حصار شديد. نيجي للخطأ اللي بعد كده وهو ريتشارد قلب الأسد، واللي بيصوروا الفيلم على إنه أسر 70 شخص وقتلهم، والحقيقة هي إن ريتشارد قام بذبح 2700 أسير حتى لا يكون عائقا له في الحرب. ومن ضمن الأخطاء التانية هي كلمة سلطان العرب اللي دايما كانت بتتقال لصلاح الدين طول الفيلم، والحقيقة إن صلاح الدين ليس عربيا، وإنما هو كردي من عشيرة تعرف بالرويدية، وهي بتنحدر من بلدة دوين الواقعة عند آخر حدود أذربيجان بالقرب من أرمينيا. يعني صلاح الدين أصله مش عربي وإنما كردي. الخطأ الآخر هو إن طول الفيلم عمالين يقولوا على القدس أورشليم، بالرغم إن أصلا القدس في الوقت ده كانت تعرف باسم بيت المقدس، ومفيش ولا مرة واحدة اتقال فيها بيت المقدس، وده كان من أغرب الأمور في الفيلم. والأغرب من كده إن أصلا كلمة أورشليم هي مصطلح عبري خاص باليهود. الخطأ التاريخي اللي بعد كده هي المبارزة الشهيرة اللي حصلت بين صلاح الدين وإرناط، هي من قبيل المعالجة الدرامية، فطبقا لكتب التاريخ بتقول إن إرناط كان يقتل الحجاج، وعند قتله ليهم كان بيقول لهم جملة شهيرة وهي: قولوا لمحمد يخلصكم. وبعد هزيمة جيوش إرناط أحضر إرناط إلى خيمة السلطان مقبلا في أصفاده، وقال له صلاح الدين: ها أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه اعتناق الإسلام فرفض إرناط، فأخذ صلاح الدين خنجره وضرب ذراع إرناط ففصله عن كتفه، ثم بعد ذلك قام حاشية صلاح الدين بقطع رأس إرناط. نيجي بقى للخطأ اللي بعد كده وهو إصابة ريتشارد بسهم عربي مسموم بمؤامرة من الدوق آرثر، ثم يأتي صلاح الدين إلى ريتشارد في الخيمة بتاعته ويعالجه، ولكن هذا الكلام لم يحدث، فهي حبكة درامية وليس لها أساس من الصحة.
ولم يذكرها كتب التاريخ إطلاقا. نيجي لآخر خطأ وهو لويزا وفرجينيا، واللي قاموا بدورهم الفنانة نادية لطفي والفنانة ليلى فوزي، فليس لهم أي أساس تاريخي في كتب التاريخ، وإنما هي حبكة درامية من خيال وعقل المؤلف. وفي الآخر كده إزاي كل العمالقة اللي موجودين في الفيلم ده ويقعوا في كل هذه الأخطاء؟ ولكن كان من المفروض اللي يقيم على كتابة وإشراف القصة هو مختص من المختصين في التاريخ، ولكن هو ده حال السينما المصرية وأي فلوس وخلاص. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.